العيش المصري او العيش البلدي الفلاحي للمبتدئين. هنعمل النهارده العيش للمبتدئين ده، يعني هقولك كل المعلومات اللي هتحتاجيها، بحيث ان انت لو انت اول مره بتعمليه ان شاء الله هيظبط معاك ويطلع النتيجه ممتازه وحلوه قوي زي ما انت شايفه كده. هنقطع الرغيف صغير بحيث ان احنا نعرف نقطعه ونعرف نخبزه ونعرف نلقطه من على الصينيه، ونعرف كمان نرميه في الفرن بسهوله، وكمان نعرف نطلعه من الفرن الرغيف مستوي وجميل وقابب معاكي بنفس الشكل كده، وما شاء الله اللهم بارك نتيجته ممتازه. هتاكلي احلى عيش بلدي، مش هتحتاجي خالص تروحي للفرن، ومش هتحتاجي حد يساعدك، لا سلفتك ولا حماتك ولا اختك ولا امك ولا اي حد، ان شاء الله هتعمليه لوحدك. بس اسمعي الفيديو واسمعي كل معلومه هتتقال فيه، وان شاء الله تطلعي منه مستفاده ومطلعه انتاج جميل اللهم بارك. ولو عايزه تعمليه مشروع من بيتك هتكسبي منه مكسب ممتاز. بس تعالوا نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك أصحابك أجمعين. تعالوا هنا من البداية. معانا مية ومعايا دقيق وملح وخميرة فقط لا غير، لا سكر ولا أي حاجة تانية. معايا كيسين أو 3 خميرة، لو أنا هعمل أكتر من 5 كيلو دقيق باخد 4 أكياس خميرة. الكيلو الدقيق بياخد معلقة من الخميرة ومعلقة من الملح ومن 3 ل 4 كوبايات مية. ده كيلو الدقيق، سواء دقيق قمح بلدي سواء دقيق تومين أو دقيق زيرو. تمام. في الصيف بنعجن العجينة بنخليها متماسكة شوية، في الشتاء بنخليها طرية شوية، وده خلاصة الكلام في العجينة بتاعتك. اللي لو انا شغالة زي ما بقول لكم في الصيف بخلي العجينة متماسكة شوية، علشان طبعا جو الصيف بيخليها تتبشم مني او تسيح مني او تخرم او تاخد خمر زيادة، كل الحاجات المشاكل اللي هي بتحصل في الصيف دي. في الشتاء بخلي العجينة بتاعتي طرية شوية، يعني مش طرية قوي تشر مني مية، لا معتدلة كده علشان خاطر لسه هتنشف معايا كمان. وبالاكتر لو انا ضايفة دقيق زيرو للعجينة عندي. الدقيق الزيرو ده اللي هو دقيق المحلات او دقيق المتعدد الاستخدامات، او دقيق اللي هو بتاع الاكياس المغلف اللي في المحلات ده اللي هو الدقيق الزيرو اللي انا المفروض لو عجنه بيه بخلي العجينه عندي طريه شويه زي ما انتم شايفينها كده. لو انا مش ضايفه دقيق زيرو كتير بجيب دقيق تاني لو انا لقيت العجينه طريه كده، وهزود زي ما انتم شايفيني كده بالظبط. تمام. يبقى انا في الشتاء بخلي العجينه مش ناشفه قوي ومش طريه قوي، وفي الصيف بخلي العجينه متماسكه شويه. طيب في الصيف بعجن بميه من الحنفيه، ولو لقيت ميه الحنفيه نازله دافيه بتبقى في مرات بتفتح هي الحنفيه تلاقيها سخنه شويه كده، لا بهدي الميه خالص وبجيب عليها كمان كوبايه من التلاجة ترطبها شويه، علشان العجين عندي ما يختمرش بسرعه، وكمان ما ياخدش خميره كتيره ويتبشم مني في قبل في العجن، ونتبشم مني في العجن هنا هيتبشم مني على الصواني وانا مقطعاه، وهيتبشم مني بعد التقطيع وفي التسويه، وهيبقى شكل الرغيف مخرم من فوق ومفيش رغيف ولا رغيف فيهم قابب، وهيبقى رغيف مسلطح معايا كده ومش حلو. واسفل الالفاظ اللي انا بقولها لان هي دي المعروفه عندنا بالنظام ده. مبشوم يعني خمر، اخد خمر زياده ومخمر كده وشكله مش حلو، ريحه الخميره طالعه منه، ومش انت مش هتبقى مبسوطه منه. تمام. علشان كده بنقل خميره في الصيف وبنزود خميره في الشتاء. بنعمل ميه دافيه، ميه من الحنفيه في الصيف وميه دافيه في الشتاء. تمام. الملح هو صيف شتاء، هو لكل كيلو دقيق معلقه ملح. تمام. طيب لو انا هعجن اكتر من 5 كيلو هم 5 معالق خميره بس. ماشي. طيب ما هعجنش خميره فوريه، بجيب خميره من اللي هي العاديه خالص اللي هي القوالب دي، وبحط لكل كيلو دقيق مكعب صغنون قوي قد الليمونه الصغنونه كده. بعجن العجينه بتاعتي ولتها لته حلوه، واختبر قطعه منها زي ما شفتوا، واغطي العجين بتاعي استره بدقيق، واجيبه هنا بنفس الشكل جوه في مكان دافي، ده في الشتاء، واغطيه بياخد معايا حوالي من ساعه لساعه ونص لساعتين على حسب كميه العجن اللي انت عجناها. تمام. وبنيجي نطلع عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لقيته بقيله حوالي نص سنتي بس ويملى الطبق، خلاص على كده بسيبه، وباجي افرش النخاله بتاعتي وبغسل ايدي وبجهز الطبق والزيت اللي انتوا شايفينهم دول علشان اقطع العجين بتاعي واسمي بالله واجيب العجين عندي. تمام كده. بجيب العجينه عندي وابدا ان انا اهم حاجه ان انا ارش نخاله كويس على الصواني. دي طاوله جديده اللي هي الطاوله الخشب دي، هقول لكم بكام الوقت. هنا عندي زيت وعندي طبق بحط شويه زيت بس من غير ميه ومن غير اي حاجه خالص، ودي الطريقه اللي بتخلي لك العيش بتاعك ما يتبشمش من على الوش وينشف ويشقق من على الوش. عندي هنا بقى العجين بتاعي بحب ان انا الم اللمه بتاعته دي، بحيث ان هو لو العرق بتاعه قليل شويه يعني سايب قوي دي بترد العرق زياده شويه وبتخلي الرغيف ما شاء الله جميل. طبعا ان احنا هنعمل خبز صغنن بحب اطري العجينه،
لو انا هعمل خبز كبير عادي بخلي العجينه متماسكه شويه. ليه؟ لان الرغيف الصغير للناس اللي هي مبتدئه بيبقى جميل وحلو. ليه بقى؟ علشان خاطر بيريحوه براحتهم، بيشيلوه من على الصواني براحتهم، بيقطعوه براحتهم بنفس الشكل. ببل ايدي زيت والايد التانية شايله العجينه، ودايما تسمي الله في حاجتك، ودايما تذكري ربنا وانت بتعملي مصلحتك، وكتري دايما من كلمه لا حول ولا قوه الا بالله. بتيسر لك امرك وتسهل لك يومك وتسهل لك مصلحتك وتخلي لك اليوم زي العسل. تمام. بس كده دايما بذكر ربنا وانت بتقضي مصلحتك عشان تطلع مظبوطه. بعد كده ببدأ ان انا اقطع قطعة صغنونة زي ما انتم شايفين كده، وببدأ ابل ايدي التانية زيت، وببدأ اقابل الايد دي بالايد دي لغاية ما احس ان الرغيف اتدور في ايدي وبقى مدور ومظبوط وحلو. ببدأ احطه على الصينية. طول ما هو مش مدور ببل ايدي زيت تاني، وببدأ اخد واودي في العجينة زي ما انتم شايفين وانعمها من على الوش، علشان الرغيف لو انا قطعته مدور وحلو بيفضل مدور معايا. ووقت التسوية كمان بيبقى مدور على المطرح، ما بيغلبنيش واقعد اظبط فيه هنا وهنا. بكمل بقيه الكميه دي زي ما انتم شايفين كده تقطيع لغايه ما بخلص الكميه بتاعتي. ده لو انا في جو الشتاء. في جو الصيف بقطع نص الكميه بس علشان خاطر، يعني بقطع نص الكميه واولع الفرن يسخن وامسحه، وبعد كده بقطع بقيه الكميه التانية. ده لو انا لوحدي. وبقطع بقيه الكميه التانية وابدا تسويه. يبقى انا كده اللي انا قطعتهم الاول ببدا التسويه فيهم بيكون خمرهم كويس، ما بيكونوش اخدوا خمر زياده، يعني ما بيتبشموش مني. هو بيتبشموا مني يعني بيكون الرغيف مخرم من فوق كده ومش حلو. تمام. واخد خمر زياده يعني. بس بقطع بقى ده لو انا في الشتاء بقطع الكميه كلها. تمام. طيب لو حد معايا بقى وعجنين كتير بنساعد بعضينا، واحده بتبقى بتقطع او بتعجن والتانيين بيخبزوا، فبيبقى الدنيا سهله ويسيره. طبعا لو انا لوحدي بعمل في يوم بقى يكون اجازه لولادي من المدارس، ما فيش مدارس ما فيش حاجه لخماني، وبعملهم وبحطهم في الفريزر لو كميه كبيره او كميه قليله على حسب العيله عندك وعلى حسب شغلك وحسب مصلحتك. وبتعملي الكميه بتاعتك وتخزنيها في الفريزر، بتقعدي طول الاسبوع تجيبي منها وتقمري وتاكلي على الجاهز، ويوم الجمعه ولا السبت بتعجني شويه تانيين. ده الشغل ده لما بنكون في المدارس. تمام. في الاجازه بقى اي يوم بنقوم نعجن ونخبز ما بيهمناش بقى. قطعت الكميه بتاعتي كلها وسبتها حوالي ربع ساعه بس، وجيت كنت بركب الانبوبه وبجهز حوالين الدنيا كده، وببدا ان انا احط بقى العيش بتاعي علشان ابدا اخبز. تمام. ولعت الفرن عندي، ولعته حلو قوي يسخن من فوق ومن تحت او من الجوانب ومن تحت، ويسخن كويس علشان البلاطه بتاعتي لو هي سخنه بتخلي الرغيف يطلع منور كده وجميل. وبدات جبت قماشه وشويه ميه وعصرت القماشه بتاعتي وحطيتها حوالين النشو بتاعتي او العصايه اللي انا بطلع بيها العيش. وبدات بعد كده صلحت الفرن او مسحته، علشان البلاطه عندي لما بتكون ممسوحه بتبقى نظيفه وحلوه، بتخلي الرغيف نظيف. ببدأ بقى اجيب المطرحة بتاعتي بنفس الشكل، وانا بلقط الرغيف لو انا رشه نخاله كويس على المطارح ما شاء الله اللهم بارك الرغيف بيتلقط معايا سهل. وزي ما قلت لك لو انت مبتدئه وتقطعي الرغيف صغير بسم الله اللهم بارك بيبقى جميل قوي. تمام. وزي ما قلت لكم كيلو الدقيق بياخد من 3 كوبايات ميه ل 4 كوبايات، اللي هو المج المعياري اللي هو 200 مللي او 220 مللي على حسب نوع الدقيق. بياخد معاكي 3 مجات ونص 3 مجات. فيه بيحب يحط الاربع مجات بس بيبقى الرغيف طري شويه. لو مبتدئه تحط 3 مجات بس او 3 مجات ونص بس للكيلو علشان ما يتبشمش ما يتطراش منها او يسيح منها. طيب لا قدر الله انا جيت اخبز بقى ولقيت العجينه بتلزق معايا في المطرحه، بجيب طبق واحد دقيق من اي نوع دقيق عندك او السن بتاع القمح، وببدا احطه على وش على شويه نخال على حرف الصينيه كده، واقلبهم على بعضيهم وارش منهم على المطارح. تمام كده. ببدا بقى اختبر الفرن في اول رغيف عندي. ما شاء الله اللهم بارك الرغيف اب وجميل مستوي من فوق ومن تحت كويس، خلاص بسيب نار الفرن على كده. طيب لقيت الرغيف عندي محروق من تحت، بوطي النار شويه من تحت وامسح البلاطه بتاعه الفرن بحته قماشه مبلوله. طيب لقيت الرغيف بيتحرق مني من على الوش قوي ما بيلحقش يستوي كويس، بروح موطيه النار من فوق شويه. بس في حته هنا لو انا هديت النار قوي من فوق ومن تحت الرغيف بيطلع معايا مقزر وبيعوق في الفرن قوي وما بيبقاش حلو. اهم حاجه ان انا اقعر الرغيف ما يكونش محروق، يعني الرغيف من يكون مستوي كويس وفي الوقت نفسه ما يكونش محروق، علشان لو محروق بيمرر وما بيعرفش انك انت تاكليه كويس. تمام. براحتي بقى كده واخبزي براحتك ما يهمكيش خالص. توكلي على الله. احنا طبعا عندنا فرن بالطينه بس انا حبيت اعمل لكم هنا علشان خاطر الناس اللي هي حابه تتعلم مش هتعرف شغل الفرن الطينه.
الفيديو اللي بعد كده لو حابين تشوفوه في فرن الطينة مفيش مشاكل، حابين اي فيديو او اي حاجة اعملها لكم اطلبوا في التعليقات وانا من عينيا لكم حاضر لاي حد مفيش مشاكل. ببدأ بقى القط الرغيف زي ما انتم شايفين، اريحه على ايدي شوية. حتة الرح على الايد شوية دي بتساعد معاكي كتير ان الرغيف يوسع معاكي على طول على المطرحة. طيب انا جيت اريح الرغيف ومعرفتش اريحه او مش بيوسع معايا، ببدأ اساعد بايديا كده على طول على المطرحة، بيبدأ يتفرد معاك بسهولة خالص ويسر. تمام. اهم حاجة ان انا لو الرغيف بيلزق مني بحط حبة دقيق على حبة نخالة وارش منهم على المطرحة. الرغيف ما بيلزقش مني مفيش مشاكل خالص، برش نخالة بس. بلقط الرغيف بسهولة خالص لانه لسه صغنن، يعني الرغيف اصلا صغير. طيب لو الرغيف كبير بيغلبني شوية، علشان كده بقول للمبتدئين دايما يعجنوا كمية صغنونة وكمان يقطعوه الرغيف صغير. لزق مني بنفس الشكل ببدأ اشيل بحرف ايدي واجيب شوية من النخالة واحطهم. ويا ريت لما نرش تحت الرغيف على المطرحة ما يكونش دقيق صافي، يعني لو انا خبزت على دقيق صافي الرغيف ما بيوسعش معايا، وفي الوقت نفسه الرغيف بيشيل الدقيق كله ويتحرق في الفرن ويمرر معايا وقت الاكل. تمام. خلوا بالكم برضو من الحاجات دي كلها. اللي هتعمل حاجة ولو باظت منك حاجة منها ما تزعليش خالص، كل واحد مننا لغاية ما اتعلم المصلحة باظت منه مرة واتنين وتلاتة. ما تخافيش وما تقلقيش واعملي بقلب جامد وما تخافيش خالص. اي حاجة تحتاجيها ابعتيلي وانا من عناية لكم حاضر، لو عايزين رقم الواتس من عناية لكم حاضر احطه لكم وما يهمكمش ابدا. تمام. ببدأ القط بنفس الشكل واكون رشيت الاول النخال على المطرحة، وبعد كده ببدأ احطه على المطرحة اخبزه على ايدي دقيقة كده، وببدأ احطه على المطرحة بنفس الشكل. هي مطرحة واحدة اللي احنا بنشتغل عليها النهاردة. وببدأ بقى ابطط الاحرف بتاعته كلها علشان بتساعد معايا في ان الرغيف يبقى مدور وجميل، وفي الوقت نفسه حرف الرغيف ما بيكونش تخين قوي، بيكون الحرف جميل وما بيكونش فيه لبة عجين كتيرة. تمام. ببدأ ارمي الرغيف واشوف الرغيف التاني اللي جنبه اللي انا رمياه. الفرن عندي واسع برمي رغيف واتنين وتلاتة، الفرن على القد برمي على القد كده. يعني ما تجبريش نفسك لحاجة صعب عليك. شايفة خبيزه على الايد بيكبر الرغيف معايا شوية، فبيساعد معايا ان انا يعني اكبره على المطرح سهل. الناس اللي مش بتعرف تريح كنا عاملين فيديو قبل كده انك انت تفرديه بالنشابة وتطيبيه كمان في فرن البوتاجاز، وفيديو تاني كنا عاملينه ومطيبينه على الطاسة من فوق. هتلاقوني حطاه لكم في التعليقات لو حابين تشوفوه، وهتلاقوني كمان حاطه لكم في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده انت هتدوسي على عنوان الفيديو وانت سامعاني دلوقتي، هتدخلي عليه هتلاقي عنوان الفيديو مكتوب جنبه كلمة المزيد، هتدوسي عليها هتلاقيني حاطالك كمية فيديوهات في صندوق الوصف في المنطقة اللي انا بقولك عليها دي. فيديوهات بقى للجبنة، للمش القديم الفلاحي، للزبدة البلدي، لأي حاجة هتلاقيني حاطالك شوية فيديوهات حلوين هتستفادي منهم. بس كده هبدأ بقى اكمل بنفس الشكل كده لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي اللي انا المفروض كل ما اخبز رغيفين اهويهم علشان ما يردوش عجين تاني معايا لو هما حموا على بعضهم. في حتة التقطيع لو انا قطعت العيش في الصيف بخلي العجين بس حوالي ربع ساعة او تلت ساعة على الصواني وابدأ اخبز. اما في الشتاء بخليه نص ساعة نص ساعة نص ساعة وخمسة. فهمتوني؟ ساعة الا ربع لو انا حاطة دقيق زيرو اللي هو دي الفاخر بتاع المحلات. ماشي. الدقيق عندنا النهاردة دقيق قمح بلدي، فما شاء الله اللهم بارك، طري الرغيف طري زي الميه. بحب قوي 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 العيش اللي بالقمح البلدي، بجد بيبقى جميل. يعني دي التومين بيبقى حلو وكل حاجه، بس بصراحه انا برتاح للدقيق القمح البلدي. ربنا يا رب يديم الخير في بيوتنا كلنا يا رب اللهم امين. بس ببدا اخبز بقى كده وما شاء الله اللهم بارك. هوريك العيش الوقتي طري وزي الميه اللهم بارك، حلو قوي. الرغيف جميل وحلو، ما هواش تقيل ولا مكبت كده من جوه ولا فيه عجين كتير من جوه، لا الرغيف خفيف خفيف قوي. يعني وانت بتلقطيه خفيف اهو، شايفه بايد واحده وبتلقطيه لانه صغنون وحلو ومقمر، مش بيغلب خالص وسهل جدا. وهي لو انا مثلا هحط رغيف كبير لا احط رغيفين ثلاثه صغيرين مش هتفرق. وفي الوقت نفسه ما بيتبهدلش منك على المطرحة، ما بيلزقش فيها، ما بيشرش من على المطرحة، ما بيلزقش فيها من هنا او من هنا ويتبهدل منك. لا الرغيف الصغنون محترم وكويس اهو مؤدب وابن ناس، بيتخبز على المطرحة الصغيرة مش بحتاج المطارح الكبيرة. وما شاء الله اللهم بارك النتيجة طالعة ممتازة وحلوة زي العسل. وهوريه لكم برضو تخزنوه ازاي وهقول لكم كل حاجة ان شاء الله. بس بكمل بقى اللهم بارك اللهم بارك بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه ان انا بوزع العيش عن بعضه. الطاوله دي زي ما قلت لكم هقول لكم هي بسعرها بكام، احنا جايبينها ب 350 جنيه. طبعا زي ما انتوا عارفين انا بجهز في بنتي، فكنت طبعا احنا المفروض ان احنا هنا في بلدنا هنا بنجيب سلم خشب لظروف ان هي مثلا ايه
تنور لمبه اتحرقت بتغيرها، هتجيب حاجه من فوق المطبخ، هتجيب حاجه من فوق الدولاب. بنجيب خشب سلم خشب مجوز، كنا بنجيبه الاول ألموتال، فبدأنا لقينا العرايس بيتكسر عندها، قلنا لا خلاص نجيبه سلم خشب. فجبنا سلم خشب مجوز طوله حوالي 2.5 متر 3 كده، يعني مش كبير قوي، علشان الشقة فوق بتبقى سقفها مش كبير. شايفة العيش ما شاء الله اللهم بارك جميل وحلو قوي. واسفه ان انا اتكلمت في الموضوع ده في حته الخبيث، بس حابه اقول لكم الطاوله هي سببها جت ازاي. يعني انا دايما بحب اقطع على الصواني، وعندي ما شاء الله الصواني كتير بتاعه الفطير وبتاعه العيش الكبيره دي. فطبعا ايه، جبنا للعروسه بتاعتنا لبطوطه، جبنا لها سلم خشب اللي هو المجوز ده، بيبقى 2 مربوطين في بعضيهم من فوق، وبتبدا عشان يساعد معاها، بحيث ان هي لو لمبه في النص او هتمسح مروحه او هتجيب حاجه من فوق دولاب، هتشيل حاجه فوق الدولاب كده، يعني بيبقى سهل معاها في كده، وما بتحتاجش حد ان هو يجي ويجيب لها الحاجه وكده، او هتمسح مروحه او حاجه بس. وبنجيب بقى معاهم طاولتين او 3، وبنجيب معاهم كمان اللهم بارك طبليه للاكل. احنا هنا في الارياف بنحب ناكل على طبليه، علشان الاكل يكون مرفوع عننا وعن رجلينا، علشان يبقى الاكل عالي. طبعا ده بيبقى نعمه ربنا لازم نصونها. وبنجيب بقى معاهم كمان مطارح ونشاو ومرص زي البتاع ده كده، زي المرص اللي جنب الفرن ده اللي عليه العيش. وكمان بنجيب بقى طاولتين ولا 3 من الطاولات دي. فالطاولة عندنا ب350 جنيه بصراحة، بس هي ما شاء الله كبيرة وشايلة عيش كتير زي ما انتم شايفين، ومقدارها كبير واللهم بارك حلو قوي وجميلة. يعني انت لو هتنقليها من مكان لمكان سهلة، والنجار اللي عاملها مكانها كويس بحيث ان هي القاع بتاعها ما يسقطش من الجوانب. فما شاء الله اللهم بارك جميلة. في ناس بتعملها ب200، في ناس بتعملها ب250، في ناس بتعملها ب300، في ناس ب350، بس طبعا على حسب الحجم بتاعها وحسب الامكانيات بتاعه الخشب بتاعتها، على حسب سعرها. تمام كده. فكل واحد بيختار الحاجه اللي هو حاببها، يعني حبها كبيره، حبها صغننه، حبها مقسومه من النص بالخشبه او لا. كل واحد طبعا حسب ما هو عايز الحاجه. العيش بقى زي ما انتم شايفين اللهم بارك، هي اول استخدام ليها النهارده في الفيديو ده، فاللهم بارك اللهم بارك حلوه جميله وشايله ما شاء الله اللهم بارك كميه كبيره. بس كده بخلص بقى بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده كله بقيه العيش. وانا اسفه لو مره تانية لو اتكلمت في حاجه زي كده بعيد عن موضوع العيش اللي احنا فيه يعني، بس انا كنت حابه اتكلمهم معاكم واقول لكم برضو انتوا بتجيبوا ايه للعرايس، ولو واحده مجهزه جديد تعرفني، لان انا بصراحه فاطمه اول عروسه عندي. المهم تعالوا بقى في موضوعنا. احنا خلصنا العيش بتاعنا وفردناه كله لغايه ما برد، وهبدا بقى المه بنفس الشكل. المهم ان انا بفرده على فرشه كبيره لغايه ما يبرد خالص، وببدا المه. شايفه العيش عندنا اللهم بارك طري وحلو قوي. الرغيف معقول، لا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي. ببدا انفض العيش بتاعي من النخاله زي ما انتم شايفين، ووش الرغيف في وش الرغيف، وقاع الرغيف في قاع الرغيف، وابدا احطهم في شنطه كبيره او شنطتين 3، شنطة في الفريزر، شنطة في التلاجة من تحت. والعيش عندنا اللهم بارك، تعالي شوفي اللهم بارك جميل، لا فيه لبة عجين كتير ولا رقيق ولا ناشف ولا اي حاجة خالص. اللهم بارك الرغيف رغيف، اللهم بارك اللهم بارك. بالله عليكم حطوا لايك للفيديو لو انت لسه معايا لغاية دلوقتي عشان خاطري، وشير للفيديو لو عجبك. وطبعا لو انت جديدة عندي هتشرفيني بالاشتراك. اي سؤال عندك اكتبيه، انا تحت امركم حاضر. اي معلومة ما خدتيهاش معايا من الفيديو او انا نسيت اقولها قوليلي عليها، وانا تحت امركم خالص في التعليقات، من عناية لكم كلكم. كده خلصنا الفيديو بتاعنا. هبدأ احطهم بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده في شنطة تكون مش مبلولة، واحطهم في الفريزر. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.